ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة هنبتدي ناخد الدرس التاني في المنطق، وهو بيكلمك على عوامل الوقوع في الخطأ. مش عايزك تركز مع الملزمة قوي في الدرس ده، عايزك تركز معايا. ليه يا مستر؟ لان الدرس ده هحكيهولك كده كلها حاجات حياتية ممكن ان احنا نبقى عايشين فيها. فهنا انا هقدر اقول لك ايه هي العوامل بتاعة الوقوع في الخطأ. احنا كلنا بنفكر يا مستر، وزي ما انت بتقول مش كلنا بنفكر صح، في مجموعة بتفكر صح، او في ناس او نفس المجموعة اللي بتفكر صح ممكن تقع في اخطاء التفكير في مواضيع تانية. فاحنا النهاردة هندرس ونعرف ليه بغلط في التفكير. هو انا يا مستر ليه كده ساعات والله ببقى بفكر يجي لي اي حاجه معينه كده والاقي تفكيري ده لبسني في حيطه. والله انا كنت نفسي احل المشكله، بعدين لقيت نفسي هوب ستوب، انا كده وقعت في مشكله. هقول لحضرتك اولا كده عشان عوامل الوقوع في الخطأ يعني ايه، ان في بعض الاسباب اللي بتوقعك في اخطاء التفكير. منها اسباب، مالها اسباب يا مستر ذاتيه، ومنها اسباب موضوعيه. يعني ايه بقى؟ الاسباب الذاتيه هي الاسباب اللي مالها اسباب ليها علاقه بيك، بشخصك، بنفسك. انت اللي بتقع في المشكله بسبب نفسك، انا اللي بقع فيها. والاسباب الموضوعيه هي اسباب ليها علاقه بالموضوع اللي انا بدرسه او بتكلم فيه. تعالوا نشرح واحدة واحدة ايه هي الاسباب الذاتية اللي هي بسببنا احنا السبب فيها، واحنا اللي بنوقع نفسنا في الخطأ. اول حاجة موجودة عند حضرتك تغليب العاطفة على العقل. يعني ايه بص كده معايا. عارفين طير انت؟ عارفين شخصية سوما العاشق؟ هو ده تغليب العاطفة عن العقل. ان انت شخص حساس قوي، ماشي بمشاعرك وماشي بقلبك ولاغي عقلك. وطبعا كلنا عارفين انا بمشي بقلبي ومفيش عقل، بروح واخد وشي في اقرب حيطة ولابس فيها. فتغليب العاطفة عن العقل هو ان انا بلغي العقل خالص. انا ماشي مع الشخص ده بمشاعري، بقلبي، بعواطفي. يا بابا صاحبي ده اخويا، ولا اخويا عمل فيا مشكله. يا ماما صاحبتي دي مفيش منها، ولاقي صاحبتي عايزاني اعمل حاجه مش كويسه. يبقى هنا علشان انا عملت غلبت عاطفتي وماشي بقلبي ولاغي عقلي. بقى اول سبب معانا تغليب العاطفه على العقل، ان سيادتك بتعمل ان حضرتك ماشي بقلبك لاغي عقلك خالص. انا والله بقى انا بحب الشخص ده، فانا هفضل ورا الشخص ده. مثال، لو انت شخصية ما بتحبنيش، يا لهوي حصة مستر اكرم ده الدنيا كده وحشة، وانا عمال انصحك واقول لك على حاجات تعملها عشان تبقى احسن، هتتقبل مني الكلام؟ لا. طب لو انت بتحبني والحصة فيها ضحك وهزار والحصة جميلة، لو انا اصلا ما بشرحش وعمال اهزر واضحك معاك، هتبقى الحصة على قلبك زي العسل. لان المشاعر بتاعتنا بتوجهنا، فلازم ان احنا نعمل نستوب كده المشاعر. لا اهدي انتي، وابتدي ان انا امسك افكر بالعقل شوية. يبقى دي اول حاجة من العوامل الذاتية. نيجي لتاني حاجة، القابلية للاستهواء. يعني ايه القابلية للاستهواء؟ ما عندكش القدرة على التحليل والتقويم والنقد. ايه ده يا مستر؟ ايه علاقته بالفلسفة؟ خلي بالك انا هقعد اربط لك ما بين الفلسفة والمنطق اول درس واخر درس، والدنيا جميلة. القابلية للاستهواء هو سرعة تصديق ما يقوله الآخرين. انت بتصدق اي حد بيقول لك حاجة بتصدقها. الدنيا بتمطر واحنا في عز الصيف ومفيش اي اسباب للمطر، تصدق يا سيدي؟ ما تتأكد، ما تروح تبص من الشباك. يبقى هنا القابلية للاستهواء هي ايه يا شباب؟ ان انا بصدق اي حد بيقول لي حاجة ببتدي ان انا اصدقها يا مستر. نيجي لتالت حاجة وهي التسرع في الحكم. ان سيادتك مجهز جواك روح سونيك. يعني ايه يا مستر؟ انت على طول كده عايز تجري. كام واحد فينا يما بيخش الامتحان يبتدي يعمل وهو في الامتحان؟ فيروح جاي عامل ازاي؟ والله عايز اخلص بسرعة، احل بسرعة. فيبتدي اللي يحصل؟ يبتدي اخرج بعد نص الوقت، اقعد انا وصاحبي نقعد نلعب بقى بلاي ستيشن. فيجي
بعد ما تخلص الامتحان واحد صاحبك جاي يقول لك عملت ايه في السؤال اللي في ظهر الورقة؟ هي الورقة كان ليها ظهر؟ طب عملت ايه في السؤال الرابع؟ رابع؟ يا ابني هما مش 3 بس. فالتسرع في الحكم هو ان انت ما بتكملش الموضوع لاخره، انت بتجري على طول، انت تن 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 تجري، عايز تجري، عايز اخلص. طب اقرا الموضوع كامل. عندنا مثال يا شباب بيدل على ده، يجي يقول لك ايه؟ الجواب باين من عنوانه. يبقى احنا هنا بنتكلم على التسرع في الحكم. يا سيدي ما انا ممكن اقول عنوان، وزي ما بيحصل في معظم الجرائد ان هو يقول لك عنوان عشان يشدك، وتلاقي الموضوع جوه مش نفس الكلام اللي في العنوان، او يعني فهمت حاجة وكان هو يقصد حاجة تانية. يبقى دي تالت عامل معانا من العوامل الذاتية، وهي التسرع في الحكم. آخر عامل معانا من العوامل الذاتية وهو التعصب والتطرف. التعصب يا شباب هو الانحياز لفكرة دون سواها. زي أنا كده راجل متعصب أهلاوي، راجل اهلاوي من الدرجه الاولى، تيجي مطوشه الاهلي بطفي النور واحط الشاشه قدامي واقعد اتفرج ما اسمعش نفس. يا عمي سيبك من الاهلي، ده انتوا بتكسبوا بالحكام، ده انتوا الدنيا كلها بتجاملكوا. لا يا عم انا راجل اهلاوي يا سيدي، ده انتوا وانتوا، انا راجل اهلاوي. ده التعصب، ان انا منحاز لفكره واحده مش هغيرها لو ايه حصل. التطرف اللي هو عارفين ايه التعصب؟ زي ما اجي اقول لك ده انت دماغك صعيدي يا عم، انت دماغك ناشفه. ما هو الصعيدي هو حط فكره في دماغه قفلت مش هتتغير، يبقى هو متعصب لرايه. يعني ايه؟ رايه بس هو اللي صح، او ايا كانت الفكره اللي بيؤمن بيها الشخص. التطرف هو المغالاه في هذه الفكره. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك على حاجه، الافوره. مش انا راجل اهلاوي، اي حد يجي يكلمني على الاهلي بقول لك ايه، انت لسه توجع دماغي، اروح قايم ضربه. يبقى ده التطرف، انا هنا مغالاة في تصديق الفكرة اللي انا بأمن بيها. يبقى التعصب والتطرف شيء خطر جدا يا شباب، لان من اخطر انواع التعصب والتطرف وهو التعصب والتطرف الديني، اللي بيخلي عندنا مثلا زي الفتنة الطائفية، او بيخلي عندنا احداث زي اللي حصلت في ليبيا، لما خطفوا قال لك والله مش مسلمين فنبتدي ان احنا نقتلهم. لا الكلام ده غلط، ربنا ما قالكش كده. فالتعصب والتطرف يا أساتذة هو من أشد أنواع العوامل اللي بتوقعني في الخطأ، لأن أنا ممكن أبقى مش بس المشاكل الدينية والتعصب الديني، ممكن أبقى متعصب لإجابة في سؤال والناس كلها بتقول لي إجابة غلط وأنا متعصب لها، لا هي دي تطلع غلط. فلازم يبقى عندي القدرة بقى على التحليل والتقويم والنقد، ان بيخلي عندك، بينمي عندك الروح النقدية من فوائد المنطق. فهنا ده العوامل الذاتية 4. ايه هم يا مستر؟ تغليب العاطفة عن العقل، سوما العاشق ماشي بمشاعري، ده حبيبي ازاي يعمل فيا كده، واروح الاقي حبيبي ده لبسني في حيطة، دي اختي، دي صاحبتي، دي الشق البيست فريند بتاعتي، الاقي البيست فريند بتاعتي لبستني في حيطة. يبقى انا ماشي بمشاعري ولاغي عقلي. تاني حاجة معانا القابلية للاستهواء، اي حد بيقول لي اي حاجه بصدقها، ما هم بيضحكوا عليا بقى، اي حد هيقول لي حاجه ابتدي ان انا اصدقها. 3 التسرع في الحكم، سونيك عمال تجري، عايز اخلص بسرعه، يلا يا مستر الحصه مالها طولت كده ليه، انا عايز انجز عايز انجز عايز انجز. اخر حاجه التعصب والتطرف، ان انا منحاز لفكره مش عايز اغيرها. ومش بس كده، لا ده انا مأفور بقى، اي حد يجي يناقشني ممكن اقوم اعتدي عليه، اشتمه، اضربه، وهكذا. يبقى دي يا شباب العوامل الذاتيه. خلصت يا سيدي. تيجي نخش بقى عندنا عوامل موضوعيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ليها علاقه بالموضوع، مش انت السبب فيها، لا الموضوع اللي انت بتدرسه او بتتكلم فيه هو ده اللي ليه سبب فيها. العوامل الموضوعيه برضه 4. اول حاجه عدم الدقه في استخدام اللغه. تاني حاجة نقص المعلومات. 3 السلطة والهيمنة أو الهيمنة والسيطرة. 4 صعوبة المشكلة. واحدة واحدة بقى. يعني ايه يا مستر عدم الدقة في استخدام اللغة؟ هاجي أقول لسيادتك أنا لا أحب الجبن،
What's the meaning of جبن؟ المعنى من الجبن ايه؟ تيجي تقول لي انت ما بتحبش الخوف. واحد تاني يقول لي لا 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 انت قصدك تحبش الجبنة. يبقى هنا احيانا يا شباب بيبقى الموضوع اللي انت بتدرسه فيه كلمات ليها نفس المعنى، او في كلمات كلمة واحدة ليها اكتر من معنى، او في كلمات ملهاش معنى اساسا. فاول عامل من العوامل عدم الدقة في استخدام اللغة، ان الموضوع اللي انت بتدرسه او بتقرأه ايا كان اللغة بتاعته مش واضحة. زي مثلا اقول لك الشعر والشعر الاتنين نفس الحروف، لو ما شكلتش مش هتعرف تقرأ هل قصدك الشعر ولا الشعر اللي بيتقال. المغرب، دولة المغرب ولا وقت المغرب، ولا انت قصدك ايه؟ تمام. الجبن قصدك الخوف ولا الجبنة. وفي كلمات تانية كمان ملهاش معنى. ابو رجل مسلوخة، والله بص سيبك، انام بدل اذبح لك جوزين حمام. انا ابو رجل مسلوخة، انا قعدت حياتي عايز اقول لكم لحد ما كبرت، يعني دخلت في العشرينات انا في قصة رعب مين ابو رجل مسلوخة. يعني مين الراجل اللي بيخوفونا بيه ده عفريت ولا ده بني ادم رجله اتسلخت وعمال بقى افكر ايه ما هذا الكائن ابو رجل مسلوخه، مش لاقي له اجابه. فهنا عدم الدقه في استخدام اللغه، ان انت والله ساعات اللغه بتبقى مش واضحه. طيب نيجي تاني حاجة معانا، نقص المعلومات. يبقى أول حاجة قلناها عدم الدقة في استخدام اللغة، إن اللغة بتاعتي يا مستر مش بتاعت أنا، اللي فيها الموضوع مش واضحة، ليها أكتر من معنى، أو إن هي بتحمل معاني كتيرة. أنت عايز إيه؟ زي مثلا أهي ليها أكتر إيه؟ كلمة واحدة ليها أكتر من معنى، أو ليها معنى واحد بكذا كلمة. ليس، أسد، قسوة، درغام، كل دول معناهم أسد. بقول لك ايه، ده انا خدت صوره مع درغام امبارح فظيعه. انا كنت واقف كده ودرغام واقف جنبي. ايوه، فانت عمال تفتكر في اصحابكوا حد اسمه درغام. ايه درغام ده اصلا؟ يا ابني درغام ده انا كنت معاه امبارح بص مكسر الدنيا. بعدين اقول لك ده الاسد، تقول لي اسد؟ يعني بعد كل ده تقول لي اسد؟ يبقى هنا دي عدم الدقه في استخدام اللغه. نيجي بقى لتاني حاجه، نقص المعلومات. نقص المعلومات ان الموضوع اللي انا بدرسه مفهوش المعلومات الكافية. نقص المعلومات يا شباب يعني الموضوع مفهوش المعلومات الكافية. او زي ايه؟ لو جيت اقول لحضرتك ان والله انت طالب اولى ثانوي، هل ينفع اجيب لك حاجات من ثالثه ثانوي تحلها؟ هتقول لي لا والله. ليه؟ لان انا مستر ما درستش اوريدي الكلام ده، انا الكلام ده ما خدتوش. يبقى انت ما عندكش المعلومات الايه؟ ما عنديش يا مستر المعلومات الكافيه علشان اقدر ان انا اشرح صح. يبقى هنا او اقدر ان انا احل دي. يبقى هنا ده نقص المعلومات بتمنع سيادتك من ان انت تفكر بطريقه صحيحه. لو المعلومات عندك ناقصه فهتبتدي تمنعك. انا والله المعلومات مش كفايه، ما عنديش المعلومات الكافيه عشان اقدر ان انا احل بطريقه صح، او ان انا افكر في الموضوع بطريقة صحيحة. تالت حاجة معانا السلطة والهيمنة. معناها ان في حد مسيطر عليا. الحد ده ممكن مديرك في الشغل، المدرس بتاعك، صاحبك، هو مسيطر عليك بأيا كانت السلطة ويبتدي يوجهك. زي مثلا عندنا مثال يقول لك اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه. يعني ايه؟ انت شغال في مكان وانت شايف ان الطريقة المعينة دي غلط، ما ينفعش ان احنا نشتغل بيها. فصاحب الشغل قال لك لا اعمل كده. يا سيدي غلط، اعمل كده والا هرفدك. خلاص انا مالي، انا هعمل كده اهو. انت بتحل سؤال والسؤال ده اجابته الف وانت متأكد انها الف، انا جيت قلت لك لا ب. يا مستر ده الف علشان 1 2 3. اقول لك لا ب. يا مستر هو انت هتيجي تعدل عليا؟ انا المدرس بتاعك، اعمل زي ما بقول لك، انا الصح. نيجي في الاخر نعرف ان الاجابه فعلا كانت الف. انت هنا وقعت في الخطأ بسببك ولا بسببي؟ لا يا مستر بسبب حضرتك بقى، انت اللي غلطتني. يبقى السلطه والهيمنه هو ان حد مسيطر عليا، ان في حد بيوجهني، ممكن التوجيهات بتاعته دي تبقى ايه؟ تبقى غلط. الهيمنه تتمثل في تقبل راي شخص ليه سلطه عليك او نفوذ دون مناقشه، يمين يمين شمال شمال. نيجي لاخر حاجه، صعوبه المشكله. احيانا يا شباب بنقع في مشكلة بتبقى اكبر من قدراتنا.
العقلية والنفسية الجسدية. زي مثلا يجي الطفل عنده 8 سنين والده يتوفى، فيضطر ان هو ينزل يشتغل ويشيل مسؤولية البيت وهو عنده 8 سنين. او زي ما قلت لك انت طالب اولى ثانوي، فانا جبت لك اسئله ثالثه ثانوي. هنا انت عندك عاملين من عوامل الوقوع في الخطا. اول حاجه ان انت ما عندكش المعلومات، نقص المعلومات. تاني حاجه صعوبه المشكله، الأسئلة صعبة عليا. يبقى رابع حاجة معانا يا شباب وآخر حاجة في درس النهاردة وهي صعوبة المشكلة، إن أحيانا بنقع يا مستر في مشاكل أكبر من قدراتنا النفسية والعقلية، أكبر من قدراتنا الجسدية. ودايما المراهقين مثلا بيقعوا في مشاكل من النوع ده. ليه؟ المراهقين هم لسه دماغهم ما كبرتش، اللي هو بالذات بقى سن إيه؟ من 14 سنة لحد 16 17 سنة. ده هو في شكل شخص كبير وبالغ، فأنا هعامله على إنه كبير وبالغ، بس هو لسه عقليا لسه زي الطفل. فممكن احطه في مشاكل واحطه في قرارات. ما انت كبرت خلاص يا سيدي، انا لسه ما كبرتش، سيبني اعيش فترات حياتي العادية. يبقى هنا دي العوامل الذاتية 4. عدم الدقة في استخدام اللغة، اول حاجة اللغة مش واضحة ليها اكتر من معنى. 2 نقص المعلومات. 3 عندنا السلطة والهيمنة. 4 صعوبة المشكلة. يبقى ده تاني درس معانا في المنطق. أشوفكم على خير في حصص جديدة. سلام.